الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. وفيلمنا النهاردة فيلمنا النهاردة سر الأميرة، من مفقودات السينما المصرية. تاريخ العرض 1 يناير 1949. مدة عرض الفيلم 110 دقيقة. عمر الفيلم 75 سنة. من إخراج نيازي مصطفى. وتأليف محمد كامل حسن المحامي. قصة وسيناريو وحوار نيازي مصطفى. أما عن طاقم العمل فهو من بطولة كوكا، كمال الشناوي، أحمد البي، حسن فايق، السيد بدير، نجمة إبراهيم، شافية أحمد، فاخر، عبد المنعم إسماعيل، عبد العزيز محمود، وعزيزة حلمي. أما قصة الفيلم فبتدور حوالين أب من الصعيد خايف على بنته الوحيدة علشان ما عندوش أولاد، فقرر إن هو يكتب كل الأطيان بتاعته باسم بنته علشان ما يديش ابن أخوه منها حاجة. المهم وكان مخبي عنها الموضوع. بالصدفة البحتة الراجل بعد ما توفى هو جه يقعد مع بنت عمه علشان بقى ياخد الفلوس. فهو وقاعد المحامي جه علشان الوصية، فاكتشف بالصدفة ان هو طارق وصية كاتب فيها كل املاكه لبنته. فجات له الصدمة من هنا وقرر ان هو ينتقم منها، بس ينتقم انتقام لذيذ شوية. طلبها للجواز، وابن عمها ده كان شخص ممكن نقول بلطجي، او بلاش كلمة بلطجي، شخص مش كويس بيحب ياخد مال الناس وخلاص. المهم فهي رفضته، فقال لها طالما ما انت رفضتيني قولي على نفسك يا رحمن يا رحيم. وقرر ان هو يقتلها. حاول ان هو يرميها من فوق الجبل بس معرفش، فشلت الموضوع يعني. جالها واحد وواحدة اول ما عرفوا بقى ان هي بقت غنية وقالوا لها ان هم عايزين يساعدوها. الراجل ده قدم لها خدماته، فهي طلبت منهم ان هم ياخدوها معاهم لمصر علشان تهرب من ابن عمها، فهم رفضوا. قالوا لها لا احنا خايفين منه ما نقدرش ان احنا ناخدك. فقالت له لا معلش خدوني، وقعدت تترجاهم لان هي كانت خايفة من ابن عمها لحسن ايه يموتها ويحاول يقتلها تاني زي ما حاول يرميها من على الجبل. وبالصدفة الراجل والست دول فعلا خدوها لمصر. اول ما خدوها هلال ابن عمها ده قعد يدور عليها في كل حتة علشان يوصل لها. واول ما وصل لها راح علشان يهددها. وهو بيهددها الراجل اللي مش كويس، الراجل والست دول طلعوا مش كويسين جدا. ففي مسدس في أوضة المكتب، هما خلوهم يقعدوا في أوضة المكتب ويتكلموا. المسدس ده شال منه الرصاص الحقيقي وحط الرصاص المزيف وحطه في الدرج. وقعد بقى ينفخ في الكلام في دماغ ابن عمها ان هو لازم ياخدها بقى من هنا ومش عارفه ايه وكده يعني، اني عرضك وبنت عمك ويسخن فيه. المهم آه هلال وبنت عمه قعدوا يتكلموا في المكتب لوحدهم. فهو اتنرفز عليها وقعد بقى يتكلم ويتكلم. فهي اتنرفزت. اول حاجه عملتها انها فتحت الدرج وطلعت المسدس بتهدده بيه
وطلبت طلقة. اول ما ضربتها هو وقع من طوله طبعا من الصدمة، فافتكرت ان هي ايه قتلته. هو اغمى عليه، فطبعا الراجل والست اللي مش كويسين دول جم شالوا الجثة ووهموها ان هما كده هيدفنوها وهيخبوا الموضوع، وانت ما تقلقيش وانت كويسة وانت وانت كده في السليم. المهم الراجل ده عمل فيها حاجات كتيرة قوي، بقى ينومها تنويم مغناطيسي ويخليها تعمل اللي هو عاوزه، يعني تسرق، تملي على ورق، تبيع أطيان، حاجات كتير قوي. المحامي آه اللي كان صاحب أبوها وكان عامل وصية، شغال عنده محامي صغير وهو كمال الشناوي، حبها. ولما جه يحبها جه ان هو يطلبها، فالراجل التاني عايزها ترفض، فنومها تنويم مغناطيسي وخلاها تقعد معاه علشان ترفضه، وبالفعل رفضته. فحاول ان هو يستكشف هي ليه بتعمل معاه كده مع انها كانت بتكلمه كويس وهو حاسس ان هي معجبة بيه. قعد يدور ورا الموضوع، فجالهم بصورة تانية، عمل نفسه ان هو امير من بلاد الشام وغني جدا وكل حاجة كويسة، وجه علشان يطلب ايدها. وبالفعل حصلت حاجة غريبة، الراجل ده طلب منه آه زي رشوة كده بسيطة، لو اديتها لي انا هميل لك دماغها واخليها توافق. كان الموضوع غريب قوي بالنسبة له وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، فقعد بقى يتجسس عليهم لحد ما اكتشف ان الراجل ده بينوم فضة تنويم مغناطيسي، فضة دي البنت، ويخليها تعمل اللي هو عايزه، وبعد كده بتفوق ما بتفتكرش حاجة. حاول ان هو يعني يخلص منهم، معرفش، فبلغ البوليس وخلاهم يستخبوا، وحاول ان هو يحل الموضوع. فجالها بالهدوء وقال لها انا عايزه اتجوزك وكده، من غير يعني ما كانتش لسه نامت تنويم مغناطيسي، وقعد يتكلم معاها. راحت هي فتحت له قلبها وقعدت تحكي له على ابن عمها اللي هي قتلته. بالصدفة اكتشف ان ابن عمها لسه موجود في البلد، وان هو كان مغمى عليه وهم رموه وهددوه ان انت لو تعرضت لها تاني احنا هنحبسك وهنقتلك وحاجات كتيرة قوي. فجاب لها ابن عمها علشان تصدقه، وبالفعل صدقته. اول ما صدقته طبعا البوليس كل ده مستخبي، فاتفق هو والبوليس وفضة وابن عمها على مين؟ على الراجل والست اللي مش كويسين دول، وبالفعل سلموهم تسليمة اهالي. نقلوا عليها علشان يكلموها، وخدوها علشان ينوموها تنويم مغناطيسي. فالبوليس شاف المنظر ده فعمل ايه؟ قبض عليهم. وقبض على مين كمان؟ على ابن عمها اللي هم كان متفقين معاه ان هم مش هيعملوا له حاجه، علشان اكتشفوا مصايب كبيره قوي. ان هو لما سافر البلد حاول ان هو ياخد من الناس المستأجرين الأطيان بتاعة بنت عمه، ياخد منهم الفلوس. وكان بيحاول ان هو طالما انا مش هتجوزك وان انتوا منعتوني ان انا اسافر مصر وان انتوا منعتوني ان انا اقعد معاكي وبتهددوني، انا كمان هاخدك من ايدك اللي بتوجعك، هاخد كل الفلوس اللي حيلتك، مش هتديني من الاطيان، لا انا كمان هاخد الفلوس. فقبضوا عليهم، قبضوا على الراجل والست وابن عمها. وفي الاخر فضة اتجوزت المحامي، وانتهى الفيلم نهاية سعيدة جدا. بالنسبة للفيلم ده حكاية ان شخص ينوم شخص تنويم مغناطيسي، الحكاية دي ما كانتش درجة كتير، فكانت افلام مميزة. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، يا رب يكون عجبك. سلام.